بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده ان شاء الله باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. ربنا يجعل ايامكم كلها هنا وسعاده كده يا رب. يوم جديد، روتين جديد ان شاء الله باذن الله نستفيد مع بعض كده. وعندنا شويه تعديلات كده وشويه تظبيطات كمان عشان استقبال رمضان وزينه رمضان كده. وطبعا زي ما انتم عارفين كده بناخد القهوه بتاعتنا الصبح يعني عشان يحلى الصباح بتاعنا. نشرب القهوة بقى ونشوف هنعمل ايه. طبعا لو اول مرة تتفرجي عليا كده اتمنى كده تدوسي على كلمة اشتراك وتشرفيني وتنوريني في القناة وان شاء الله بإذن الله تستفيدي معانا. خدت القهوة بتاعتي كده ورحت بقى قعدت في الريسبشن هنا بره. طبعا نستمتع بالزينة بقى اللي احنا حاطينها وبالأجواء الجميلة دي. عايز اقول لكم بجد بجد المنظر جميل جدا. انتوا كتبتوا لي ان الزينة عجبتكم وفي يعني في ناس حطت كده آراء ليها. طبعًا آرائكم كلّها جميلة وتُحترم، وفعلًا ذوقكم جميل كلّكم يعني، والحمد لله إن أنتم في حياتي وبتشاركوني حاجة زي كده، وتقولوا لي اعملي دي كده وهاتي دي هنا وودّي دي هنا. بابقى فرحانة جدًا، جدًا. ربنا يخلّيكم ليّا يا رب ويحفظكم كده ويسعدكم يا رب، ويرزقكم كل حاجة نِفْسكم فيها. عايزة أقول لكم إحنا كده يعني أنا كده تميت سَنة على القناة، يعني الحمد لله تمينا السَنة مع بعض. يا رب دايمًا في خير كده ودايمًا في الزيادة، ويجعل زيادتنا في الخير، اللهم آمين يا رب العالمين. طبعًا أنا كنت بقى إيه، قاعدة كده في الأجواء الجميلة دي بتاعة الشموع بقى وفوانيس رمضان. حبيت أشغّل الليد اللي تحت اليونت بس لقيته هيبقى مزعج كده في التصوير فطفيته، وقُلت هي القعدة كده بصراحة كانت جميلة يعني. وعدلت كلمة رمضان كريم دي كده اللي كانت على الصينية، باشارككم الأجواء كده بالتفاصيل وبالقعدة يعني تكون حاجة مريحة لعينيكم كده. طيب إحنا النهارده أنا النهارده قُلت لكم إن أنا كان في cushions كده كنت طالباه. وهو كان لسه ما جاش، فطبعًا جه كده من يومين، وقُلت بقى يعني جه تقريبًا أول امبارح كده. المهم كده قُلت بقى أضبّط يعني الشكل عن كده، وهنعمل تغييرات كده في ديكورات رمضان وإن شاء الله بإذن الله هنشوفها مع بعض. بس طبعًا حبيت الأول كده أنشر. أنتم عارفين هدوم الشتا دي بتاخد بصراحة وقت طويل على ما بتنشف، فحبيت أنشرها هي كده الأول وبعد كده هادخل أشوف ورايا إيه. يعني نضبّط الديكورات اللي إحنا هنضبّطها مع بعض كده، وفي كمان كده حاجات كمان جبتها في اليوم دوّة، إن شاء الله هتشوفوها كده وهتعجبكم يعني. خلّصت بقى كده نشرت وخلاص بقى نقفّل المنشر بتاعنا وندخل على جوّه، وتقولي لي بقى رأيكم في الcushions اللي أنا جبته دوّة والرانر علشان هو شكله مختلف بصراحة يعني. آمم هو أنا كنت جايبة اللي هو ده السنة اللي فاتت، اللي هو طبعًا على جولد وسيلفر وبيجات وحاجات وألوان اللي هي الفاتحة يعني لون يعني لون الحاجة اللي عندي، يعني لون الفرش بتاعي والكلام ده، ده بقى مختلف تمامًا. هنشوفه مع بعض وقولوا لي رأيكم. كان في حد سألني على البياضات بتاعة الأنتريه، هي يعني اللي هو الcover يعني. هي بتقول لي: "هي عملية والّا إيه وفي الغسيل والكلام ده؟" هي حلوة زي ما أنتم شايفين كده. هي طبعًا شكلها جميل جدًا وحاجة يعني شيك كده وبسيطة يعني شكلها في الشكل كده بسيطة يعني. طبعًا غسلتها مرّتين على فكرة، يعتبر غسلتها مرّتين تقريبًا أو 3. يعني الحمد لله لحدٍ ما لحد دلوقتي أنا جايباه بقى لي كذا شهر يعني كام 3 شهور ممكن 3 شهور. يعني حلوة لحد دلوقتي يعني. بُصّوا بقى ده الرَّنر اللي أنا جِبته. بُصّوا شكله بصراحة شكله أنا ما قدرتش أقاوم قدّام منّه. يعني لو هو ما فيهوش دهبي أو يعني أو فضي، بس شكله بصراحة عجبني أوي. البلح كده مع الفانوس مع الهلال، شكله بصراحة أغراني جدًا وحسّيت هي دي فعلًا أجواء رمضان الحقيقية يعني، حاجات كده تحسّسِك برمضان، التمر بقى والفانوس. أنتم قولوا لي رأيكم إيه. طبعًا هو الرَّنر طويل هنا على الترابيزة دي، فأنا تنيته كده وحطيته بالشكل ده. طبعًا لو كنت سِبته طويل زي ما كان يعني مش مضبوط. هو طبعًا طويل أوي، ولو كنت تنيته كده زي ما تنيته ووريتكم إن هو يبقى معمول فيه كسرة كده، طبعًا برضه ما كانش الشكل يعني هيبقى حلو، ما كانش شكله حلو. فأنا فضّلت إن هو يبقى كده. أنا هنا باوريكم لو حطيت الصينية دي هنا برضه عليه الرسمة مش هتبان. فأنا شِلت الصينية دي من هنا خالص. أنا بصراحة يعني أنا جايباه عشان الرسمة بتاعته، فأنا حابة إن هي تبان. فأنا هاحط حاجة بسيطة خالص. أنا يعني هاحط المبخرة بس كده. وعلبة المناديل طبعًا عشان ما نقدرش نستغنى عنها في المكان ده. هي أي نعم فاضية النهارده كده ما فيهاش مناديل لسه، بس يعني أكيد هيبقى هو ده مكانها الأساسي. ما أقدرش أشيلها من هنا يعني. أنا يعني حاطة هنا وحاطة في الأنتريه، بس دي عشان معظم قعدتنا في الرُكنة هنا، فلازم يعني مش هاستغنى عنها في المكان ده. فأنا حطيتها في جنب كده وحطيت المبخرة دي في الجنب التاني.
بعد كده بقى شِلت الcushions التاني دول هنشوفهم هنودّيهم فين دلوقتي، المهم حطيت الاتنين دول كده، طبعًا أنا كان نِفْسي أجيب والله كمان يا ريتني جِبت كمان 2 بس بصراحة أنا بقيت أقول هيبقوا كفاية، كفاية اللي عندي عشان أنا ما باحبش يعني الزحمة والحاجات الكتير، بس أنا كان محتاجة 2 كمان صح؟ مش أنتم رأيكم كده برضه؟ محتاجة 2 أنا جِبت واحد نَفْس شكل الرانر والتاني ده برضه شكله عجبني أوي بصراحة. المهم بقى جيت هنا خدت اللي هي التمريات دي كانت محطوطة في واحدة محطوطة على الصينية، السَبَت اللي ورا ده فيه البخور وحاجات البخور، أنا باحطه في المكان ده. التمريات دي جبتها كده حطيتها هنا على عربية الشاي دي كده، طبعًا دي هيبقى عليها بقى المشروبات بقى والحاجات دي زي ما أنتم عارفين، فحبيت أحط التمريات هنا. حطيت بقى هنا الصينية بتاعة رمضان كريم دي مع الفازة دي، هي لونها ممكن يكون على أسود كده، بس تمام يعني أنا شايفاها شغالة تمام معاهم يعني. وجبت بقى الcushions التانيين اللي هم رمضان كريم دول وعليهم فوانيس بس بالدهبي وبالفضي يعني، حسيتهم برضه يعني هنا لايقين شوية مع الأجواء هنا يعني، عارفين الفازة بقى دهبي وعلبة المناديل والكلام ده، فحسيت إن هم هيبقوا ماشيين هنا أكتر، وخلّيت اللي هم التانيين البلح بقى والحاجات دي مع الإيه، مع الشراشيب والحاجات اللي هي ال الcover بتاع الرُكنة والسجاد والكلام ده، تحسّوا إن هو يعني مدّي الشكل اللي هو البوهيمي شوية، ما أعرفش أنا باقول صح والّا إيه، البوهيمي هو في أصل في كذا style دلوقتي، يعني هنا أنا باحس في الأنتريه اللي هو مدّي على إيه new classic، هنا بقى حسّيت إن هو يعني مدّي الشكل اللي هو الحاجة اللي هو البوهيمي شوية. حطيت بقى كده الرانر ده وادي الفوانيس كمان، طبعا الفوانيس انا الزينه بتبقى اللي هي فيها اللي هي بفيشه انا بسيبها شغاله على طول بصراحه مش بطفيها، لكن الفوانيس بقى عشان الحجاره بتاعتها ببطاريه وكده مش بسيبها شغاله 24 ساعه، يعني انا لو سايباها من ساعه ما شغلتها كان زمان الحجاره خلصت، انا بشغلها لما بنكون قاعدين لما بنكون عايزين نستمتع بيهم بس. غير كده بطفيهم يعني لو مفيش حد قاعد مش عايزينهم خلاص ببقى طفيهم يعني. المهم هنا ده بقى الشكل كده النهائي زي ما انتم شايفين كده، هو انا لسه هزود حاجة بسيطة كده هنشوفها كمان شوية. بس يعتبر ده الشكل خلاص النهائي، قولي رأيكم يعني. الرنرات والكوشنز دول انا جايباهم من البيج اللي هي بي جاليري اللي انا كنت جايبة منها حاجات برضو ساعة الربيع وكده، ما كنت جايبة الكوشنز اللي هو عليه يقطين وكده. هو بصراحة جميل جدا جدا برغم ان انا حسيت ان في اختلاف في الماتيريال، بس أنا في اليوم ده أصلًا يعني أنا بعد ما خلّصت كده الحاجات دي نزلت الشارع نزلت يعني مكان كده اللي هو الهايبر اللي جنبي ده، أجيب منه حاجات، فشُفت هناك حاجات يا ربي مش ممكن، يعني ربنا يحلي لكل واحد حاجته، بس أنا قصدي بصراحة كانت خفيفة جدًا يعني، يعني بجد يعني حرام على المصانع اللي بتصنّع حاجة زي كده، يعني القماش ما فيش قماش خالص، يعني عارفين زي المناديل الورق كده، مش هتعيش، طب ما أنتِ هتدفعي فيها فلوس، يعني هتقضّي معاكِ الشهر ده بالعافية، وبعد كده مش هتلاقيها. فبصراحة لأ، هي الmaterial بصراحة هي تقيلة وحاجة محترمة، حاجة شيك جدًا يعني. فبصراحة تحفة وجميلة وعجبتني جدًا، هم الpage بتاعتهم معروفة أوي على فكرة على الإنستجرام، أنا اتفاجئت بعد كده إن هي مشهورة ما شاء الله اللهم بارك يعني، اسمها بي جاليري. بس ودي كمان السفرة بقى، ده الرانر بقى اللي هو بتاع أنا حابة أحط الرانر على السفرة بصراحة، اللي هو اللي فيه اللي هو برضه البيج في دهبي وجولد، حاساه لايق مع الفازة اللي أنا حاطاها دي. فمش حابة أوديه هناك عند الأنتريه يعني مش عارفة أنا حابة كده، شايفين اللي هو ده. حابة أنا برضو الشكل ده هنا بس كده. المهم هنا بقى كنت نزلت وجيت، أنا بصراحة ما كنتش جايبة يعني مش نازلة أجيب حاجات كتيرة ولا حاجة، أنا كنت بس محتاجة حاجات بسيطة جدا للبيت همشي بيها النهاردة كده عشان ربنا يسهل، انتوا عارفين بقى رمضان ودخلة رمضان وعايزين نجيب شوية حاجات وكده يعني. فدي حاجات بسيطة يعني كنت محتاجة لبن ده اللي خلاني أنزل بصراحة، وجبت بقى طماطم وخيار معايا بالمرة كده فوانا في الهايبر اللي جنبي ده لقيت ترمس، انا بصراحه كنت محتاجه ترمس زي ما قلت لكم قبل كده عشان انا هعمل واحد للشاي وواحد للقهوه زي ما انتوا زي ما انا حاطه كده اللي هو الذهبي ده نعمل فيه مشروب، والتاني برضو كنت محتاجه واحد تاني، فالمهم ان انا جبت ده.
لقيته أقرب شكل يعني اللي أنا عايزاه. دي صابونة نابلس شاهين جايباها طبعًا عشان الفوط بتاعة إيكو وهي باغسل بيها زي ما قلتوا لي، باشكركم جدًا على فكرة على المعلومة دي. ودي فوط كده هنشوفها دلوقتي أنا جايباها لإيه يعني. قولوا لي بقى رأيكم في الترمس اللي أنا جبته. ترمس بسيط ما فيهوش أي حاجة خالص. عجبني شكله، لونه كده off white، لون بسيط جدًا. خدته بقى أغسله كده عشان برضه عايزة هاجربه على فكرة، يعني أنا قُلت أغسله كده الأول وأسيبه ينشف. طبعًا زي ما باقول لكم يعني لونه بصراحة حلو وعجبني أوي. كان في حد سألني على الحوض الsmart رأيي فيه إيه. هو تمام وكويس وكل حاجة، ولكن يعني أنا غلطت بصراحة إن عارفين الحوض الستانلس كده لمّا بتغسليه وتبُصّي تلاقيه بيلمع قدامِك من أقل غسلة؟ بتبقى حلوة. يعني يمكن العيب الكبير اللي فيه هي الأكرة بتاعته دي. أولًا هي جامدة، ثانيًا حتّة إن أنتِ تضبطي السخن والبارد مع بعض، يعني حاجة اللي هي مَيّة دافية، بتبقى صعبة عليكِ شوية. ليه بقى؟ لإن هو مثلًا الحنفيات التانية يا شمال يا يمين يا في النُص، دي لازم تلفّيها للآخر عشان تجيبي سخن وترجعي. يعني حوار بصراحة، مش عارفة يعني. فهو يعني إيه إلى حدٍ ما يعني ممكن عشان الكماليات اللي فيه دي، بس دي ممكن نلاقيها على فكرة في أي حوض تاني على فكرة بقت موجودة يعني. بُصّوا بقى، أنا جِبت الفوط دي بصراحة كنت عايزة يعني فوط تبقى مثلًا للاستخدام الحاجات اللي زي دي مثلًا. أولًا العلب دي بتبقى نضيفة، هي ما فيهاش حاجة ولكن مجرد تراب من الجو، اللي هو التراب الناعم ده بس. والغطيان كمان بتاعتها مش حابة إن أنا أغسلها. هُم بيقولوا إن هي مش بتبوظ من المَيّة المفروض يعني، بس هي ولا بييجي عليها دهون ولا بتتوسخ ولا أي حاجة، هو مجرد تراب من الجو. فمش عايزة إن أنا كل شوية أغسلها طبعًا أو تبوظ أو كده. فيعني أنا بصراحة جِبت الفوط دي قُلت أستخدمها للاستخدام ده، أو مثلًا ماكينة القهوة والحاجات دي برضه لو هالمّعها كده يعني عارفين، أو كَبّة مثلًا من فوق كده اللي هو الجزء اللي فوق دوّة اللي فيه المكنة دوّة لو حابة ألمّعه كده وتكون سهلة في التنضيف. يعني مش فوط قطن بقى ولا كده، وهي هي مش microfiber على فكرة، هي حاجة تانية كده، بس أنا مش عارفة خامتها إيه. بُصّوا، هو أنا مش عارفة أشرح لكم يعني نوع الخامة، ولكن أنا عندي زيّها بصراحة كانت من زمان أوي، من أكتر من 7، 6 سنين تقريبًا. كنت جايبة منظف كده بخاخ بتاع إزاز، وهي كانت جاية معاها هدية الخامة دي. هي لسه عندي على فكرة لو تشوفوني اللي أنا بانشّف بيها الأحواض بتاعة الحمام وكده. بُصّوا باوريكم التراب، يعني الغطا بس بيبقى شارب تراب من الجو بس، فما حبيتش إن أنا يعني إن أنا مثلًا أغسله بالمَيّة يبوظ. هو في الأول وفي الآخر خشب، ما أعرفش بقى يعني. فالفوطة نضّفته ولمّعته تمام. بس وعملت كده برضه مفاتيح الكهربا باحب أقعد ألمّعها يعني. ف يعني زي ما باقول لكم كده أنا مش عارفة أوصف لكم الخامة بتاعتها إيه بقى، بس أنا يعني إكمنّي عارفاها مجرّباها، وهي لسه عندي زي ما باقول لكم بانشّف بيها الأحواض كده بتاعة الحمامات، جميلة جدًا. فأنا جبتها دي تقريبًا مش هُم 2 أو 3 مش فاكرة بصراحة، أنا ما عدّيتهمش في الأنبوبة بتاعتهم، بس هي كانت ب33 جنيه، بس أكتر من واحدة يعني عشان في تاني في العبوة بتاعتها. خدت بقى كده كمان مَكَن القهوة والكلام ده كلّه. هو والله بس بيبقى تراب من الجو. برضه يعني أحب إن أنا أشوفه يكون قدّام عيني كده، ما يبقاش مطرّب أو مش بيلمع يعني. خدته برضه لمّعته كده زي ما أنتم شايفين. الكاتل ده لمّا جوزي جابه هو يعني اللي بيبيع قال له: "بُصّوا المهم إن أنت ما تغسلوش، يعني ما تغسلوش تحت المَيّة وكده." أنا ما أعرفش يعني ليه. بس خلاص إحنا بنعمل زي ما هو ما قال يعني. أنا قُلت ألمّعه برضه كده معايا. وفضّيت كمان اللي هو منظّم المجّات ده أو بيت المجّات أيًا كان. برضه ادّيته نفس الحكاية كده تلميعة بالفوطة دي.
والحمد لله برضه يعني إيه، عارفين بقى نحافظ كده على تنضيفات رمضان والحاجات اللي إحنا عملناها، عشان يعني كلنا أول يوم بنبقى لسه بقى بادئين في الصيام وكده، فمش هنبقى قادرين نعمل أي حاجة، فنحافظ الكام يوم دول برضه على كل التنضيفات اللي إحنا عملناها، ودايمًا تبقى إيدينا في الحاجة كده، فضيته كده ولمعته وهارجّع كده كل حاجة فيه. كان في حد بقى سألني على الستاير، هي عندها برضه رُكنة لونها جراي وعايزة تعمل ستاير. يعني هي بتقول لي أعمل ستاير خفيفة والّا تقيلة بس؟ طبعًا هي لمّا بتكون خفيفة وتقيلة طبعًا يُفضّل، يعني هتبقى أشيك وأحسن، ومثلًا عشان هي كمان تقريبًا ألمونتال الشبابيك ألمونتال، فلمّا بتحطّي الخفيف والتقيل حتى بتبقي فاتحة التقيل شوية كده والخفيف باين في النُص بيبقى شكلها شيك وجميلة، حبيتِ بالنهار كده تقفّلي شوية وتضلّمي شوية برضه بتقفلي التقيل كده، فبتبقى كويسة. بالنسبة للألوان طبعًا أنا هنا باقول لكم الفوطة بتنضف بسهولة جدًا، ده الحلو اللي فيها بصراحة يعني. المهم الألوان طبعًا أنتِ هتعملي هي أنتِ بتقولي الرُكنة لونها جراي، هتجيبي التقيل طبعًا على جراي، فاتح بقى أو غامق، يعني الحاجة اللي عينِك تحب تشوفها. الخفيف هنخلّيه على off white بلاش يكون أبيض، أبيض صريح ده يعني إيه، مش عارفة أنا بالنسبة لي بلاش أبيض، يعني خلّيكِ في اللي هو اللون الoff white دوّة يعني اللي هو زي ممكن في ناس تقول عليه سُكّري أو off white يعني يكون off white فاتح كده، هيبقى لونه حلو معاكِ. أنا هنا كنت باجرّب الترمس دوّة، أنا قُلت عشان أشوفه بيحتفظ بالسخونية قد إيه، عشان لو ما عجبنيش ولقيته مثلًا بيحتفظ مدة قصيّرة قُلت هارجّعه، بس بصراحة يعني عملته وفضل وقت طويل، يعني يمكن لحد ما أنا باتكلّم معاكم يعني ما شاء الله لسه يعني مَيّة سخنة فيه أوي. ماشي، فنرجع للموضوع بتاع الستاير، أنا هنا كنت هاعمل الغدا. الستاير هتجيبي بقى اللون اللي هو الخفيف هيبقى off white والتقيل هيبقى برضه grey. الأنواع القماش في عندِك في الخفيف هتلاقي الشيفون وفي الكتان طبعًا اللون يعني الحاجة اللي عينِك يعني اللي أنتِ تحبيه، أنا فضّلت الكتان في الخفيف بصراحة. التقيل ما فضّلتش فيه الكتان علشان مش عارفة أنا ما حبيتهوش، ممكن أنتِ لمّا هتروحي المحل وتشوفيه هو هيورّيكِ كذا يعني هتشوفي بعينيكِ كل حاجة، فدي أذواق كلّنا بنختلف عن بعض يعني ما حدش زي التاني. اللي يعجبِك اختاريه، أنا حبيت القطيفة أكتر، أنتِ ممكن تحبي الكتان، الكتان برضه شيك وجميل وكل حاجة، أنا جايبة في الخفيف كتان وفي التقيل ش قطيفة، ممكن تجيبي الخفيف شيفون برضه هينفع معاكِ وما فيش مشكلة خالص، وكل ما كانت الحاجة بسيطة كده وما فيهاش شغل كتير طبعًا بتبقى أشيك وأحلى ومريحة للعين. نيجي بقى للغدا بتاعنا، أنا هنا كنت باعمل لحمة وبطاطس كده، لحمة بالبطاطس يعني ورُز، حطيت البصل كده قلّبته تقليبتين في معلقتين سمنة، حطيت دي السمنة اللي كانت في الأول دي كنت باسيّح كده كيلو زبدة علشان على ما إن شاء الله بقى نجيب الزبدة بتاعة رمضان، فكانت السمنة اللي في البرطمان عندي خلصانة، خدت بقى معلقتين سمنة كده ونزّلت فيهم البصل بادّيهم تقليبة كده بسيطة، وبعد كده بانزل باللحمة، وبافضل بقى أشوّح فيهم، اللحمة كده تاخد لون والبصل كمان ياخد لون زي ما أنتم شايفين كده. بُصّوا بتبقى حلوة أوي، أوي يعني، وحطيت لها ملح وفلفل أسود وبهارات فراخ بس، واحط لها بقى كوبايتين مَيّة، عايزة تحطيها سخنة، عايزة تحطيها ساقعة، ما فيش مشكلة خالص، وفصين توم وجزرية كده هنقطّعهم وهنسيبها بقى على نار هادية لمّا تستوي معاكِ وتبقى دايبة كده، عايزة أقول لِك يعني الطريقة دي برضه في اللحمة جميلة وجديدة، ممكن تكون لحمة وبطاطس على فكرة ورز مش في أي افتكاسة ولا أي حاجة، لكن تغيير الوصفة نفسها الخطوات بتاعتها أو التريكات بتاعتها هيختلف معاكِ في الطعم. يعني ممكن تعمليها أوقات دايمًا معظم الوقت نعملها مسلوقة والبطاطس لوحدها أو صينية بطاطس والرز، لكن التغيير الطرق بيختلف معاكِ، ده بيخلّي إن إحنا كل يوم نجدد في الأكل بتاعنا كده. طبعًا عملت معاها رز، بصراحة كنت عاملة أكل بزيادة، يعني كان تقريبًا حد هييجي لنا بس يعني الحمد لله
المهم عملت معاها رز، وكنت عاملة بقى كوسة لجوزي عشان هو مش هياكل بطاطس ولا رز يعني، فعملت له هو كوسة. بس كده، يا رب كده تكونوا الفيديو النهارده عجبكم وتكونوا استفدتوا. عايزة اقول لكم الوصفة دي خطيرة في اللحمة، واتمنى ما تنسوش الاشتراك واللايك كده عشان الفيديو يرتفع كمان. ولو مثلا عندكم تقدروا تشاركوا كده مع الفيديوهات مع اصحابكم وقرايبكم، طبعا اتمنى من كل قلبي. المهم ودي كمان الكوسة. وبس كده بقى، اقول لكم مع السلامة، انتظروني فيديوهات جديدة وروتينات جديدة، ويا رب تكونوا بتستفادوا كده، واقول لكم مع السلامة.